لماذا يصر كارلو أنشيلوتي على الاستمرار مع ريال مدريد؟ ما هو السر في هذا الاستمرار؟ وهل ريال مدريد يدخل الميركاتو كوارث في الصحافة الإسبانية لتسريبات للموسم القادم لريال مدريد غير مبشرة، بل تسريبات مؤذية؟ وما سر انعدام الكرامة عند كارلو أنشيلوتي؟ مودريتش، لوكا بليز. اهلا وسهلا بيكم، حلقه جديده على قناه كوره بس واحد وقناه عبد الكريم. حلقه النهارده في تفاصيل مهمه جدا صراحه عايز اتكلم عنها بامانه شديده. خلينا نقول لكم مباشره على اهم التفاصيل والاخبار. طبعا ما تنسوش الصلاه على رسول الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى اله الكرام وصحابته العظام، ولايك الحلقه لو تكرمتم. سانتا اونا مباشره هقول لك، قال كانت الخطه الاوليه لريال مدريد هي التعاقد مع ارنولد فقط. ريال مدريد شايف ان الحل فيما يحدث من مستوى النادي. ممكن في النهايه الريال يتوج باللقب على فكره، يعني انت نهائي امام برشلونه كاس. الكلاسيكو حساباته مختلفه، ملوش معايير منطقيه للتوقع. مفيش. برشلونه في عز ما كان فريق نار عادي يخسر، والعكس صحيح. مهما كانت الظروف، مهما كانت المعطيات، مهما كان السوق اللي فيه ريال مدريد، ومهما كانت الجوده اللي فيها برشلونه على سبيل المثال الفتره الاخيره، لكن هذا كلاسيكو. عادي تفوز في الكلاسيكو، عادي تخسر، ممكن تحرز على لقب في النهايه. محمد اي فضائح. هقول لك يا رجل، يعني لازم نعدد نفس الكلام ما حدث في دوري الابطال، بس مش من خساره ارسنال بخمسه. انت خسرت من ميلان، خسرت من ليل، اداء مستوى سيء امام شتوتجارت، حتى 5-2 قدام بروسيا دورتموند كان سيء اجمالا في الشوط الاول. غير مباراه في الليجا الاسبانيه، غير كنت متصدر ورحت صداره. عوامل كثيره جدا اثرت على مستواك هذا الموسم، منها اكيد الاصابات، اكيد الغيابات، لكن كمان اكيد اسلوب وطريقه كارلو انشيلوتي اللي محدش عارف له طريقه. هذا الموسم الماضي الفريق كان جيد جدا، قلنا الكلام ده مليون مره. فسانتا اونا بيقول لك كانت الخطه الاوليه لريال مدريد هو التعاقد مع ارنولد فقط. بعد الهزيمه امام ارسنال قد يتغير الوضع. ذا اتلتيك بتقول لك ان كارلو انشيلوتي طلب من السيد فرانتينو بيريز واداره ريال مدريد التعاقد مع بديل لتوني كروس. قال لهم انا محتاج بديل لتوني كروس، ولكن النادي لم يفعل شيء. وهو ده اللي قلته اول الموسم، النادي مش محترمك، النادي مش مقدرك، الاداره لا تعني انت لها الكثير. انا لمنظرك لتاريخك الذي صنعته مع الريال كان يجب ان تحترم هذا التاريخ وتورط الاداره وترحل. تقول خلاص انا عملت كل حاجه وصنعت كل تاريخ، هروح البرازيل. جالك عرض من البرازيل يا اخي، انت مش انت فاكر انت محسسني ان اخر حاجه في حياتك هتعملها تدريب ريال مدريد؟ انت جالك عرض وقتها من البرازيل. انا مستغرب. اهو انقسم عليك جمهور ريال مدريد بضراوه ويتمنون خساره النادي من اجل خروجك، وانت بتطالب بصفقات، والان التسريبات جايه تظهر رغم ان كنا عارفين انك مطالب، والاداره لم تعير لك اي اهتمام. يا رجل، يا رجل، قسما بالله شيء لا يليق بيك كمدرب ولا بتاريخك كمدرب. يا رجل، من كتر ما مخنوق عمال اصور الحلقه وانا ماشي في هذا المكان التاريخي الجميل. خنقتني يا اخي. وسانتا اونا بيفضح الكثير. سانتا اونا بيقول لا يريد الريال القيام باشياء مجنونه في الميركاتو. لا يريد القيام باشياء مجنونه في الميركاتو. يعني مجنونه انك تتعاقد مع نواقص ريال مدريد، دي اشياء مجنونه؟ انك تجيب مدافع اخر، دي اشياء مجنونه؟ ولا دي متطلبات اساسيه للنادي؟ ان اللاعيبه ينضربوا عندك رباط صليبي وغيره، ودي اشياء مجنونه؟ وما تتدخلش؟ غريب. اسمع الكارثه، اسمع الكارثه، والله العظيم الكارثه. لا يريد الريال القيام باشياء مجنونه في الميركاتو. اولويتهم هي مركز قلب الدفاع. حلو، اولويه ريال مدريد هي مركز قلب الدفاع. مين بقى اللي في مركز قلب الدفاع؟ قال لك دين هوسين، الولد الصغير ده، لكنهم مترددون في دفع الثمن. اللاعب على وشك الانضمام الى تشيلسي او ليفربول او مانشستر يونايتد او مانشستر سيتي. ريال يحب اللاعب لكنهم يعتقدون ان سعره 58 مليون مرتفع
للغايه. 58 مليون مرتفع للغايه. طب انا اسالكم سؤال، ولد صغير شاب ليه مستقبل واضح، ليه مستقبل واضح انه مستقبل مدافع ممتاز، تمام؟ 58 مليون مبلغ مرتفع جدا. البعض يقول لك مرتفع. طب ماشي، هقول لك حاجه. طيب هل ريال مدريد كان مجبر انه يجيب اردا جولير؟ دفعت فيه كام اردا جولير؟ جبت ليه اردا جولير؟ هل هو بيلعب؟ انت عندك حاجات اساسيه يجب ان تفعلها. اذا البعض مش عاجبه هوتسن، ادفع 100 مليون جيب صليبه، ادفع زيهم اقل منهم شويه جيب باستوني. دول من افضل المدافعين في العالم. يعني بالمنطق 58 مليون دلوقتي كتير على ريال مدريد مش قادر يدفع في مدافع مستقبلي. اما تجيب لاعب سباك زي الابا وتدي له اعلى راتب في الريال قبل ما يجي مبابي، ما هو مش منطق. 58 مليون رقم عالي يعتبر بالنسبه لريال مدريد، خاصه ان انا ممكن اقول لك لعيبه انت جبتهم سباكين، وفي لعيبه جبتهم مكيدات زي اردا جولير عشان برشلونه ما ياخدوش، دفعت في كام؟ وفي النهايه ما بيلعبش. اما اللاعب اللي ممكن يلعب وبقى ممكن ينمو معاك، واللاعب اللي ممكن ياثر، اللاعب اللي محتاجه انك بتقول عليه مرتفع، يا اخي اقسم بالله مهزله. ده غير استفتاء نزلته صحيفه الاس. ايه يا محمد الاستفتاء اللي نزلته صحيفه الاس؟ شوف يا سيدي الفاضل، صحيفه الاس نزلت استفتاء شارك فيه 54,000. كان عنوان الاستفتاء حول من يغادر النادي في الصيف. اتخيلوا البرسنتج. طبعا الاسطوره فايخو آه 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 فايخو جاب 15%. أول واحد أعلى رقم كان فايخو، الراجل ما بيلعبش أصلا. طيب تاني واحد فاسكيز الأسطورة الأسبانية الملعونة، جاب 14%. هنتكلم عن 54,000 واحد صوت. 14% تاني واحد فاسكيز، إن هم يعني تبا له عايزينه يرحل. أول واحد مين؟ فايخو. تالت واحد مين؟ ألابا. الله يلعن شيطانه، والله الجمهور ده بيفهم في النقطة دي. لسه الجمهور في حاجة تانية هقول لك عليها. 14% نسبة التصويت. ثالث لاعب يرحل بنفس النسبة التساوي مع ألابا هو مع فاسكيز، هو ألابا 14. خامس واحد الأسطورة الخالدة مندي ب10%. يا جماعة كل اللعيبة السباكين اللي أنا كنت بقول إن هم سباكين وبطالب برحيلهم، الجمهور بيطالب برحيلهم. ده دليل عشان تعرفوا ان انا نبض الشارع، نبض الجمهور، انا نبض الجمهور كلهم. فايخو، فاسكيز، الابا، مندي. رحنا بقى على السادس فينيسيوس 9%. لماذا فينيسيوس؟ ده سؤال مهم. هل الناس قالت خلاص مبابي جاي فحل عنا يا فينيسيوس؟ سؤال. وبعدين لوكا مودريتش، اكيد مستوعبين لوكا مودريتش انه كبر في العمر وخلاص. وبعدين تشاوميني 5%. انتوا عارفين تشاوميني لاني مدربنا بيلعبوا في مكان مش مكانه، واللاعب متاثر بهذا المكان، مستواه سيء. عرفتوا ازاي مدرب ممكن يقضي على اللاعب تماما ان يلعبه في مكان مش مكانه زي الدفاع، وفي الاخر اللاعب مش هيأدي اداء كبير، فالجمهور هيغضب منه بسبب اداؤه السكرانس. فتشاوميني احد ضحايا كارلو انشيلوتي بامانه شديده. وبعدين جارسيا اللي هو اسرع من الكره، نعمل ايه؟ جارسيا لاعب كارثي يعني، بس بالنسبه لمندي اسطوره. ما هي احنا مش بنحب جارسيا عشان هو لاعب اسطوره، لا بنحب جارسيا عشان هو افضل من مندي. بس انا افضل من مندي مش قضيه. وبعدين رودريجو 4%، اردا جولير 3%. انت اللي فارسني اكتر بعد الاستفتاء دوت، وده نبض الشارع المدريدي وكل هذه الامور لازم ناخدها في عين الاعتبار. هذه الاستفتاءات يعني من باب الاحصاء على الاقل. انا اللي فارسني حاجه اني فوتي ميركاتو بتقول لك ان مندي، جارسيا، الابا سيعتمد عليهم النادي كأظهرة في الموسم المقبل. لقد تم اتخاذ القرار. انا للاسف خلاص يعني مش عارف صراحه اعمل ايه، وانا هنا قدام سينما دلوقتي. على الحظ انا قدام السينما، فانا هدخل السينما عشان اتخنقت خلاص. لايك الحلقه وشير. كان معاكم محمد عبد الكريم، تنتظروا الحلقات القادمه. السلام عليكم.
قولوا لنا مين اكتر واحد في الاستفتاء دوت تتمنى انه يرحل عن النادي؟